ايه معنى الحياة؟ السلام عليكم. تخيل انك قاعد لوحدك في يوم هادي وبدأت تسأل نفسك انا عايش ليه؟ دي مش بس أزمة وجودية، ده سؤال كل إنسان في لحظة هيفكر فيه. في سنة 1942 فيكتور فرانكل، طبيب نفسي نمساوي، كان في معسكرات النازيين، ووسط الألم واليأس والتعذيب قرر إنه لازم يلاقي معنى لحياته، وده خلاه يكتب كتاب Man's Search for Meaning. السؤال، لو انت مكانه كنت هتستسلم لليأس ولا كنت هتعمل ايه؟ يلا بينا نبدأ. الفكرة ان معنى الحياة مش حاجة جاهزة هتلاقيها، ده انت اللي بتصنعها. يعني مش الفلوس ولا الشهرة هي اللي هتديك احساس انك عايش بجد، انما اللي بتعمله كل يوم والناس اللي بتأثر فيهم هو اللي هيديك الاحساس ده. زي نيلسون مانديلا اللي قضى 27 سنة في السجن من 1964 ل 1990، قرر إن معنى حياته هو الحرية والعدل، وده خلاه يغير تاريخ جنوب أفريقيا. المعنى بيجي من الاختيارات، كل يوم بنختار نصحى بدري، نساعد حد، ولا حتى نقعد نكتب أفكارنا. دراسة من جامعة ستانفورد سنة 2018 قالت إن الناس اللي بيحسوا إن عندهم هدف بيعيشوا أطول بنسبة 15% عن غيرهم. يعني اختياراتك الصغيرة هي اللي بتديك معنى وحياة. العلاقات مع الناس، المعنى بيجي من الناس اللي حواليك. لما أوبرا وينفري بدأت من الصفر في الستينات قالت إن أكتر حاجة ادت لحياتها معنى هي مساعدتها للناس من خلال البرنامج بتاعها. انت كمان لو ساعدت صاحبك أو حتى سمعت إن في حد محتاج مساعدتك هتحس بقيمتك. مواجهة الصعوبات، الآلام والتحديات بيدولك فرصة تلاقي معنى. تيري فوكس شاب كندي رياضي وبيحب رياضة الجري، وفي سن 18 سنة اكتشف إن عنده سرطان في العظم، واضطروا يقطعوا له رجليه بالكامل من فوق الركبة. لكن بدل ما يستسلم قرر يعمل حاجة مجنونة ومؤثرة. قرر إنه يجري في شوارع كندا كلها برجله الصناعية عشان يجمع تبرعات لأبحاث السرطان، وسماها ماراثون الأمل. وجري لأكتر من 5000 كيلومتر برجليه الصناعية قبل ما السرطان يرجع تاني ويتوفى بعدها. تيري فوكس حول الألم والمعاناة لجري وأمل. مات وهو صغير لكن الملايين بيجروا باسمه كل سنة لحد النهاردة، وجمع مئات الملايين لأبحاث السرطان. النقد الاجتماعي، احنا عايشين في زمن بنجري فيه ورا الفلوس والشهرة وبننسى نسأل هل ده هيخليني مبسوط بجد؟ المجتمع بيحطك في ضغط انك لازم تبقى ناجح، بس نجاح من غير معنى زي بيت من غير أساس. الفيلسوف نيتشه قال اللي عنده سبب ومعنى في حياته يقدر يتحمل أي صعوبات. تخيل إنك بتصحى كل يوم الصبح وتطحن في الشغل وتتحمل التعب والزحمة والضغط. لو كل ده ما فيهوش معنى حقيقي ليك، زي إنك بتحقق حلم أو بتساعد حد أو بتحوش عشان تتجوز، هتحس إنك تايه ومفيش طعم لأي حاجة. لو ركزنا بس على الشكل الخارجي هنضيع المعنى اللي جوه. نصايح عملية، اكتب 3 حاجات بتحبها في يومك. جيب ورقة وقلم واكتب ايه اللي بيخليك تحس ان اليوم ده كان يستاهل. ساعد حد من غير مقابل، كلم صاحبك اللي بقالك كتير ما كلمتوش، او ساعد جارك. جرب حاجة جديدة كل اسبوع، زي انك تقرأ كتاب جديد، تتعلم مهارة، او حتى تمشي طريق جديد. فكر في اكتر موقف صعب واجهته واسأل نفسك ايه اللي انا اتعلمته من الموقف ده هيديك معنى. ما تبحثش عن معنى الحياة، اصنعه بنفسك. الفكرة النهائية، معنى الحياة مش حاجة جاهزة هتلاقيها في كتاب أو فيديو، انت اللي بتصنعه باللي بتعمله كل يوم. لو عشت من غير ما تسأل نفسك السؤال ده ممكن تضيع وقتك في حاجات ملهاش قيمة. فكر انت عايش عشان ايه؟ قولنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتديلك معنى في حياتك. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وشوف رأيهم إيه في الموضوع ده. كان معاكم محمد إيراني، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معنا للآخر عشان ننصحك بفيديوهات تانية زي الفيديو ده.